انفجر رئيس برشلونة جوان لابورتا بتصريحات نارية بعد الهزيمة القاسية، صفر إلى 4 أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب النصف النهائي كأس الملك، مطلقا صرخة حرب قوية: يجب أن نحارب ضد كل شيء وضد الجميع. وجه لابورتا دعمه الكامل للمدرب هانسي فليك واللاعبين وديكو، مؤكدا أن الفريق يملك فرصة تاريخية لتحقيق ريمونتادا عظيمة في مباراة الإياب يوم 3 من مارس في كامب نو. الرئيس البلوغرانا لم يخف غضبه من سلسلة الظروف المعاكسة التي واجهت الفريق، بدءا من حالة الأرضية السيئة في ملعب متروبوليتانو وصولا إلى الهدف الملغي ظلما لباو كوبارسي بعد 7 دقائق من مراجعة الفار. لابورتا اعتبر أن إلغاء هدف كوبارسي يذكرنا بالهدف الذي ألغي خطأ للأمين يامال في أنويتا، مضيفا بحدة: لا شيء بريء، باركا بلاوغرانس باركا يونيفرسال. هذه الجملة الصادمة تكشف اعتقاد الرئيس بوجود مؤامرة ممنهجة ضد النادي الكتالوني. في خطاب عاطفي موجه للجماهير، طالب لابورتا الشركاء والمشجعين بالوقوف خلف اللاعبين الآن أكثر من أي وقت مضى، داعيا إياهم لإظهار الحب والفخر باللاعبين الذين يدافعون عن ألوان النادي ببسالة. الرئيس يراهن على قوة كامب نو وجماهيره الأسطورية لقلب النتيجة وتحقيق المستحيل، تماما كما حدث في الليالي الأوروبية التاريخية. ختم لابورتا تصريحاته الملتهبة بالهتاف الشهير: فيسكا البارسا إي فيسكا كاتالونيا، في رسالة واضحة أن المعركة لم تنتهي بعد، وأن برشلونة لن يستسلم مهما كانت الصعوبات.